القضية. السلام عليكم. موضوع هذه الحلقة هو أسلوب العمل المطلوب في عملنا على قضيتنا الشركسية. أول هذه الأسس هو اعتماد النهج السلمي في التعامل مع القضية تجاه روسيا الفيدرالية بكل الأحوال، لأنه وأنا رح أورد الأسباب وإذا تسمحوا لي بس أقرأ بعضها. ما في أول إشي أي سبب للعنف، بالعكس هناك كثير من الأسباب الموضوعية والبراهين والأدلة والإمكانات اللي بتقول إنه الشركس قادرين إنهم يتوصلوا لحقوقهم تجاه روسيا الفيدرالية باستعمال المنهج السلمي طويل النفس في التعامل مع الدولة الروسية. اثنين، إذا أردنا على العمل على القضية أنه يكون علني ومعروف للقاصي والداني، لازم يكون سلمي بالضرورة، لأنه أول أي عمل صدامي أو تخريبي له صفة عسكرية راح يقابل بالرفض والممانعة من جميع الدول المضيفة للشراكسة. والسبب أنه كل هذه الدول سواء الولايات المتحدة أو الأردن أو سوريا أو تركيا أو حتى ألمانيا وهولندا، كل هذه الدول وفلسطين المحتلة أيضا لها علاقات ومصالح كبيرة متشابكة مع روسيا الفيدرالية، فبالتالي ما راح يكون مقبول أنه نحن أو فريق منا يستعمل العنف ضد روسيا. اثنين، في قطاع كبير من الرأي العام العالمي مقتنع بأنه كان للثورة الشيشانية أثر سلبي جدا على منطقة شمال القفقاز كلها. هذا الاقتناع الحقيقة جاء بسبب تجاح أمريكا في تصوير الشيشان على أنهم إرهابيين، وذلك في صفقة أجروها مع الفيدرالية الروسية قبل سنوات طويلة، اللي هي طلبوا منهم التعاون في موضوع أفغانستان وفي موضوع غزو العراق. وكما رأينا روسيا سكتت عن هذين العمليتين في مقابل أنه الأمريكان ما يبثوا حملة دعائية أنه هذا شعب يتوق إلى الحرية، بل على العكس أشاعت أمريكا لدى جميع حلفائها أنه الشيشان إرهابيين، فبالتالي صار في دعاية سلبية للعمل هذا. أيضا الثورة الشيشانية أخفقت بسبب عدم وجود حليف سياسي قوي وبسبب عدم وجود جهاز إعلامي قوي. ثلاثة، ما فيش ظروف موضوعية على الأرض تخدم الشركس في القفقاز. معظم أراضي جمهوريات الحكم الذاتي الشركسية ما فيها ما يكفي من الحماية الطبيعية لتهيئة المجال لحرب العصابات. الغابات كلها مخترقة ويعني سهل الوصول إليها بالطرق الحديثة. المدن الشركسية في بلاد القفقاز الآن كلها مدن صغيرة ومخترقة ومسيطر عليها سيطرة تامة من قبل القوات الروسية، فبالتالي ما في مجال أيضا لقيام ما يسمى بحرب المدن. وهناك في خشية من أنه هذا الأسلوب أو أسلوب العنف قد لا يلقى التأييد والمساعدة والدعم من كثير من الشراكس المقيمين في تركيا وسوريا والأردن، اللي ما زالوا إلى الآن يحملوا ذكريات عن الاتحاد السوفيتي ووقفاته العديدة الطويلة
مع شعوب العالم الثالث المتطلعة إلى الحرية والمتطلعة إلى التخلص من ربقة التأثير الغربي. هناك أيضا خشية كبيرة من أنه أي عمل يحمل صفة العنف راح يجبر روسيا الفيدرالية على أن تنكل بأبنائنا وإخوتنا في الوطن الأم، وربما مع الوقت يؤدي هذا إلى فقدان جميع المكتسبات الشركسية في الوطن الأم. لذلك يجب على هذا العمل أن يتدرج سواء في التنظيم أو في أهدافه أو في أسلوبه بما يتلائم مع الظروف، وأن يأخذ في اعتباره هذه الحقائق. أولا، مدى استجابة الفيدرالية الروسية للمطالب اللي تقدم بشكل طبيعي وبدون اللجوء إلى أي ضغوط سياسية. يعني إذا صار في استجابة لمطالبنا بعتقد بصفي ما في داعي للعنف. في حالة عدم الاستجابة هناك في هيئات كثيرة جدا، منظمات حقوق الإنسان، محكمة العدل الدولية، المحكمة الأوروبية، منظمة الأمم المتحدة، برلمانات الدول الديمقراطية خاصة اللي إلها عضوية دائمة في مجلس الأمن الدولي، وكافة مجموعات الضغط واللوبيات الدولية اللي بتتعاطف مع قضيتنا. أيضا يفترض فينا نحن الشركس نعمل على استمالة الرأي العام العالمي عن طريق الإعلام المرئي والمسموع والمكتوب، وأيضا يجب أن نستهدف القوى الليبرالية في روسيا حتى نقنعها بأننا على حق وأن على دولتهم الاعتراف بمطالبنا. مفروض أيضا على النشطاء الشراكسة والقائمين على القضية أنهم يستغلوا كل الندوات والمؤتمرات والمناسبات السياسية العالمية اللي لها علاقة بالتذكير بقضيتنا والعمل عليها وإبقائها حية ونابضة في الوجدان والذاكرة، ولكن بقدر مدروس بحيث أنه تؤدي هذه الأعمال والأنشطة الغاية المقصود منها بدون مبالغة وبدون تهاون، لأنه المبالغة مضرة والتهاون مضر. أيضا ممكن إطلاق حملات دعائية على الجدران واللوحات الإعلانية وعمل ملصقات على السيارات والقمصان وغيرها من المسائل، وطبعا هناك الإنترنت بكل مخترعاته الحديثة، تويتر، فيسبوك، ما أدري شو، كل هذا اللي بيعرفوه الشباب طبعا. والقصد من هذه الإجراءات هو خلق حالة وعي وتعاطف مع القضية وإيصال حقنا وصوتنا إلى كل الناس، لأنه هذا يمثل البداية لحصول القضية على الدعم السياسي اللازم. كل هذه الأنشطة حتى نستطيع أن نقوم بها لابد لها من التمويل، وهذا لا يخفى على أحد. كل نشاط بدنا نقوم فيه لازم يكون ممول، وإذا اقتنع الشركسة أنه فعلا من حديثنا ومن منشوراتنا ومن كتاباتنا ومن أنشطة العديدين القائمين الغيورين على قضيتنا، إذا اقتنعوا بصير واجبهم أنهم يجمعوا الأموال، كثير من الأموال، لإطلاق هذا المشروع اللي أولا يهدف إلى اعتراف الفيدرالية الروسية والعالم كله بمأساة الأمة الشركسية، وثانيا إلى استعادة الحق الشركسي في الوطن، ثلاثة ضمان أكبر قدر من الأمان لمن يرغب من الشراكسة من الأجيال الحالية والقادمة في العودة إلى وطنهم الأصلي، وأربعة بداية التخطيط المبرمج على أسس علمية للارتقاء بمستوى العمل الشركسي الوطني والسياسي نحو القدرة على التعامل مع تحديات المستقبل. طرحت أفكار كثيرة لموضوع التمويل، بعضها يعني مش عملي والبعض الآخر لا فعلا عملي، مثل الدينار الشركسي أو الدولار الشركسي فلنقول. إذا جمع من كل شركسي في العالم خارج
روسيا الفيدرالية فلنقل، دولار واحد سنويا ممكن نجمع مبلغ كتير محترم. ولأنه الدولار الواحد طبعا بمقدور كل إنسان أن يتبرع فيه سنويا. وهناك طبعا المتحمسين من يستطيع والقادرين على الدفع، من يستطيع أن يدفع الآلاف. فهذا يعني أنه نستطيع أن نمول كل هذه الأنشطة اللي حكيت عنها. في بعض الهيئات الشركسية عمال تتحفظ على جمع الأموال، وهذا يعني أنه بالإمكان خلق مجموعات جديدة، جمعيات، هيئات، مجالس تكون مختصة بجمع هذا المال تحت مستند قانوني يبيح لها هذا الكلام، وتوضع لها قيود وأسس و يعني تجعلها تتعامل بمنتهى الحرية. هذا أيضا يستدعي تشكيل هيئة أو مجلس يشرف على تنفيذ أهداف وأعمال القضية. سوف أتحدث بإذن الله عن هذا الموضوع في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء وشكرا لإصغائكم.